جوهرة FM. الدنيا وما فيها. تشهد بلدية البرادعة إضراب عام وعصيان مدني، حيث اليوم احنا تو موجودين في مدخل بلدية البرادعة. المدارس كل مغلقة، المنشآت العمومية كل مغلقة. هنا معنا بعض المواطنين. شنو اسباب العصيان المدني هذا؟ والله اسباب العصيان المدني هو كثرة البطالة، يعني كثرة البطالة، قلة التشغيل. هنا منطقة معناها تحمل 13,000 ساكن، ما فيهاش حتى مصنع، ما فيهاش حتى معمل. بالعذر شنو قال لك منطقة سياحية وهي ما تكتسب حتى شيء من السياحة. وتشوفوا معناها برسك كل المواطنين يد واحدة في هذه خصوص العصيان المدني، ويبقى عصيان مفتوح حتى توفير المطالب. وهنا فما جزء من المطالب لازم وزير التشغيل يحضر البلاد، ووزير التنمية المحلية زاد معناها طالبينه باش ينظر في كثير من الحالات بطالة. معناها نشوفوا مع شكر. اليوم شنو هي اسباب العصيان نتاعكم؟ اسباب العصيان تاعنا احنا طالبين معناها كل انسان ومشكلته لهنا كاي، كل انسان اللي عارف طالبين الشغل، طالبين كل شيء، طالبين التشغيل، طالبين معناها هما معناها حاطين منطقه معناها طالبين معتمديه في البلاد، طالبين كل شيء. ثاني حاجه اللي يجي يعمل مطلب معناها باش يعمل مشروع على روحه يرفضوه، وعدونا هذه ياسر وعود وعدوا بها الشعب، ولكن احنا وعدونا المنطقه هذه وسمعنا لها، نتبعوا في الاخبار والوعود كلها كاذبه، ما تم حتى شيء. طالبين معناها مطالبنا معناها مقبوله ومشروعه والسلام، وما نقول حتى شيء اكثر من هذا. فهمتني؟ يعني احنا متواجدين في منطقه البرادعه حاليا. شوف قياسات وكل مدخل وكل منظر في الحومه. ندخلوا الحومه لداخل، ندخلوا الحومه لداخل. شوفوا الهجري والفيران والسخ شنو مطالبكم اليوم انتم كشباب منطقه البرادعه؟ أي مواطن شغل. أول حاجة مطلبنا مواطن شغل باش شبابنا يخدم، باش معناتها يهيئونا زاد الطرقات نتاعنا، ناقصين برشا حاجات في خاصة المنطقة هذيا. والراجل الكبير ما عندهاش شهرية، عملوا له شهرية باش يعيش منها. علاش هكا حومة كمن هكا، جيل صغير كمن هكا باش يربى في التوابي والفيران والحنوشة. ما علاش مش كياس مراقل كما على الأقل براد على القدام، مش كما قصور سير. علاش هكا؟ عندنا برشا كلام ضرب خاصين قرايتهم، خاطر علاش؟ خاطر ناقصين. تكلم بالواحد، انت تكلم. خاطر ناقصين فلوس، ناقصين ادوات، ناقصين ماكله، ناقصين برشا. عندنا سنه رابعه، عندنا بنيه سنه رابعه معناتها راهم هيك قرايه، كانت سنه رابعه ما عندهاش باش تاكل، ما عندهاش باش تصرف، ما عندهاش بطلت قرايتها باش تمشي معناتها تمشي تخدم باش تعاون امها ساعات هكا في الدار، باش تربي خواتها اللي هم معناتها ضحت بروحها باش تربي خواتها. ما عنديش معرفة باهي، ما عندناش باش نمشي الشباب قدام العباد، العباد الكل يعلموا فينا. احنا ما عندناش باش نمشي مدرسة بعيد علينا برشا، ما عندناش حالة باهية نعيشوا فيها. انت كي بطلت ما جا حد ما سأل عليك حد، لا مدير لا يسأل عليا حتى حد. بطلت ما جاني حتى حد دور بيا ولا حتى المدير ما جيناش للدار، معناها يطلع علينا حالتنا كيفاه. امك وابوك يخدموا؟ لا. تحب ترجع تقرا؟ يعني واحد كما اني واحده من الناس، يعني ارمله، راجل متوفي، الولاد متوفي، 3 بنات معرسين، قاعده ساكنه في دار اختي نعس عليها، ما عنديش دار، عندي مشكله في رزق، قاعده كاكا نعس وكهو. كيما هذه ساكنه في مع امها، راجلها هج هرب من المعيشه لهنا، الفقر والميزيريا. مأساة كبيره عندنا لهنا، تمشي للعمده ما يقبلك، تمشي للشيخ ما يقبلك. والله مشيت لهم ولا واحد منهم قبلني يا سبحان بالله، لا واحد منهم. ريت عندي باركيلوز ومريضه وعطيني وما بوش يعطوني كرني ابيض، جريت ولا واحد. ما عايشين كل نهار نتصور، كل نهار كل تحليل، كل ماشيه 100,000 200,000. منين جاني هو؟ حتى الراجل هرب، بناته زوز بنات صغار، وما جاش حتى واحده منهم طلع عليه، قال لك ما نجيش الحومه هذيك وما نطبش. هو انا منعسه قلت خادم وانا ملوحه لهنا، علاه شي الحاله ذي؟ شبيه؟ مواطن تونسي، انا مواطن تونسي ما عندي طرابلسي، انسان معاق من 2001 ومعاق والطرف هذه ايدي، لا شغل ولا خدمه ولا شهريه وليسي يخدموا فيه برينيه، ما عاد يخدموا فيه برينيه. وانا عندي تو من 2001 مضروب هاد الصيدون
لا خدمه ولا شهريه، لا حتى يعطيني كارته نركبها انا كل نهار نحوس في سوسه ولا في المدينه، واللي يسيب حذانا يخدموا فيه برينيه، ولاد المنطقه ما فما حتى واحد يخدم، والشباب كلها ضايع وشاد خاوي، والشباب كلها ضايع ولا خدمه ولا واحد، وبارك الله فيك. اولا نرحب بكم ونشكركم على زيارتكم لمنطقة برادعة كبلدية. وبرادعة هذه منطقة فلاحية ولكن تنقصها الصناعة ياسر، وأبنائنا كلها ضايعة معناها ما فيهم شكون يخدم، فما الكلاه البحر والمنحرك والشر قتلنا. وهناك ما نطلب منكم ومن فضل كدولة ووزارة ومجلس نواب ولا والي أن يكون يخزر المنطقة هذه المحرومة من المعيشة ومحرومة من الشغل، وأبنائها كلها ضايعة حتى من الروضة كبلدية. روضة التلامذة الصغيرات مش موجودة. ومنطقتنا هذه خاصة سماها حي المداس ما يجي حتى أي نشاط. قمنا قبل وتبرعنا بأراضينا وحصلنا على معهد ثانوي إلا مسار ولينا نصرفوا من جيابنا باش نحيوا المنطقة هذه، ولكن بالثورة إلى حد الآن حرمنا من كل شيء وأبنائنا كلها ضايعة. كان فما منفعة من البلدية ولا خاصة الزواولة اللي يعطوهم يبرعوا لهم بالحيوانات باش يعيشوا، منطقتنا لا، مستحيل باش أي إنسان جانا لهنا وقال شنو مطالبكم، ما وقفش علينا حتى بشر. مشاو كداخل من المنطقة الداخلية قاموا بمشاريعهم الخاصة، ولكن منطقتنا هذه البرادعة محرومة، خاصة حي الصوالح ولاد حمودة رمضنية، هو حي المداس كامل اسمه من سيدي علوان حتى للعالية. من هنا المنطقة هذه محرومة من كل شيء. عايش خويا مطلوب خاصة ما تخصناش الخدمة ومعتمدين ومستمرين. جوهرة FM